السلام عليكم طلبة الصف الثاني الإعدادي. هحل معاكم النهاردة تمارين 7 على التحليل بإكمال المربع. من اسم التحليل معناها إن أنا بكمل، بيكون مديني مربعين وأنا عايزة أكمل المقدار. هنا عندي أول سؤال: حلل كل مما يأتي تحليلا كاملا. س أس 4 زائد 4 ده مجموع مربعين، احنا ما خدناش تحليل مجموع مربعين. عشان نقدر نحلله عايزين نكمل المقدار. هنعمل ايه؟ هنجيب الحد الأوسط. الحد الأوسط بيساوي موجب أو سالب جذر 2 في جذر الحد الأول س أس 4 جذرها التربيعي هيبقى س أس 2 في جذر الحد التاني الأربعة جذرها التربيعي 2 هيبقى بيساوي موجب أو سالب 2 في 2 ب4 س أس 2. يبقى احنا كده جبنا الحد الأوسط. هنعمل ايه دلوقتي؟ الحد الأوسط اللي احنا جبناه مرة هنضيفه موجب 4 س أس 2 ومرة هننقصه ناقص 4 س أس 2. لما نضيف الحاجة وننقصها يبقى احنا كده مغيرناش حاجة في المقدار، عملنا كده عشان نقدر نحلله. يبقى كده عندي هاخد ده مقدار ثلاثي مربع كامل هنحلله. بيتحلل قوس واحد عليه تربيع الس أس 4 جذرها التربيع س أس 2 والإشارة الحد الأوسط موجبة تنزل والأربعة جذرها التربيع 2. بعد كده ننزل سالب 4 س أس 2. هنحلل فرق بين مربعين، هنفتح قوسين. الجذر التربيعي للحد الأول هنا عندي قوس تربيع، يبقى هاخد هنا قوس وهنا قوس. قوس اللي هو س تربيع زائد 2 في نفس القوس اللي هو س تربيع زائد 2. يبقى أنا خدت القوس في نفسه يديني نفس القوس تربيع. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التاني الأربعة جذرها التربيع 2 س أس 2 جذرها التربيع س 2 س وهنا 2 س. لما نيجي نضرب 2 في 2 ب4 وس في س بس أس 2 أو نقول بناخد الجذر التربيعي. كده حللنا بإكمال المربع. بعد كده السؤال التاني س أس 4 زائد 64 عايزين نحلله. دلوقتي عندي مجموع مربعين واحنا ما خدناش تحليل مجموع مربعين، عايزين نعدل المقدار دوت ونحلله بإكمال المربع، يعني عايزين نكمل المقدار عشان نقدر نحلله. أول حاجة هنجيب الحد الأوسط هيبقى موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول س أس 4 جذرها التربيعي يبقى س أس 2 في جذر الحد التاني ال64 جذرها التربيعي يبقى 8. بعد كده 2 في 8 ب16 يبقى هيبقى بيساوي موجب أو سالب 16 س أس 2. يبقى كده جبنا الحد الأوسط. هنكتب المقدار اللي هو مديهولنا. عندي س أس 4 وموجب 64. دلوقتي هنضيف الحد الأوسط، هنضيف مرة الحد اللي احنا جبناه الأوسط 16 س أس 2 ومرة هنطرحه 16 س أس 2. اللي هيتحلل دلوقتي المقدار اللي احنا عملناه مقدار ثلاثي دلوقتي مربع كامل، ده اللي هيتحلل. هنفتح قوس واحد وعليه تربيع بنحلله نجيب الجذر التربيعي للحد الأول س أس 4 جذرها التربيعي يبقى س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط تنزل. بعد كده ال64 جذرها التربيعي يبقى 8. بعد كده نكمل المقدار ناقص 16 س أس 2. دلوقتي احنا حللنا مقدار ثلاثي مربع كامل وكملنا، يبقى كده عندي أصبح عندي فرق بين مربعين. هنحلله هنفتح قوسين. القوس الأول بيتفك قوس في قوس. قوس عندي تربيع يعتبر س تربيع، كنا بناخد س في س. هنا عندي قوس تربيع هناخد هنا قوس منهم س أس 2 زائد 8 في نفس القوس اللي هو س أس 2 زائد 8. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. ال16 هنحللها 4 في 4 س أس 2 تتحلل س في س. بعد كده السؤال رقم 3 س أس 4 زائد 4 ص أس 4. غالبا بنعرف التحليل بإكمال المربع بيبقى الأس 4. يبقى هنا دلوقتي ده مجموع مربعين واحنا مخدناش تحليل مجموع مربعين. يبقى هنعمل ايه؟ هنجيب الحد الأوسط، هنكمل المقدار بان احنا نجيب الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي للحد الأول س أس 4. أول حاجة 2 في الجذر التربيعي للحد الأول س أس 4 جذرها التربيعي س أس 2 في الجذر التربيعي للحد التاني الأربعة جذرها التربيعي يبقى 2 ص أس 4 جذرها التربيعي ص أس 2. بعد كده 2 في 2 ب4 س أس 2
صاد أس 2. كده جبنا الحد الأوسط. هنكتب المقدار اللي هو مديهولنا، عندي س أس 4 زائد 4 صاد أس 4. هنسيب مكان للحد الأوسط، مرة هنضيفه اللي احنا جبناه موجب 4 س أس 2 صاد أس 2، ومرة هنطرحه ناقص 4 س أس 2 صاد أس 2. كده دلوقتي عندي المقدار ده مقدار ثلاثي مربع كامل. نحلله قوس واحد عليه تربيع، ونجيب الجذر التربيعي للحد الأول س أس 4 جذرها التربيعي س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط تنزل. بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التاني، الأربعة جذرها التربيعي 2 صاد أس 4 جذرها التربيعي يبقى صاد أس 2. بناخد نص الأس في الجذر التربيعي. بعد كده نكمل المقدار ناقص 4 س أس 2 صاد أس 2. كده بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. القوس الأول تربيع، هناخد قوس في نفس القوس اللي هو س أس 2 زائد 2 صاد أس 2، نفس القوس تاني س أس 2 زائد 2 صاد أس 2. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. الأربعة دي جذرها التربيعي يبقى 2 س أس 2 جذرها التربيعي س صاد أس 2 جذرها التربيعي صاد. هناخد نفس اللي خدناه هنا 2 س صاد في 2 س صاد. بعد كده السؤال رقم 4 س أس 4 زائد 64 صاد أس 4. هنجيب الحد الأوسط موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول س أس 4 جذرها التربيعي س أس 2 في جذر الحد التاني 64 جذرها التربيعي 8 صاد أس 4 جذرها التربيعي صاد أس 2. 2 في 8 يبقى ب16، يبقى يساوي موجب أو سالب 16 س أس 2 صاد أس 2. بعد كده بنكتب المقدار، هنكتب المقدار زي ما هو وهنسيب مكان للحد الأوسط. هنضيفه مرة ونطرحه مرة، يبقى هنا هقول زائد 16 س أس 2 صاد أس 2، ومرة نطرح 16 س أس 2 صاد أس 2. دلوقتي بقى عندي مقدار ثلاثي مربع كامل اللي هو أول 3 حدود، ده مقدار ثلاثي مربع كامل. هنحلله قوس واحد عليه تربيع، ونجيب الجذر التربيعي للحد الأول س أس 4 جذرها التربيعي يبقى س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل. بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التاني اللي هو التالت هنا 64 جذرها التربيعي 8 وصاد أس 4 جذرها التربيعي هيبقى صاد أس 2. بعد كده نكمل المقدار ناقص 16 س أس 2 صاد أس 2. بقى دلوقتي عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. القوس الأول بنجيب فيه الجذر التربيعي للحد الأول. عشان أجيب الجذر التربيعي للحد الأول الجذر هيلغيلي التربيع، هناخد القوس اللي هو س أس 2 زائد 8 صاد أس 2، ونفس القوس هنا اللي هو س أس 2 زائد 8 صاد أس 2. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. ال16 دي تتحلل 8 في 8 س أس 2 س في س صاد أس 2 صاد في صاد. أو ممكن نقول بناخد الجذر التربيعي الحد التاني اللي هو 16 س أس 2 صاد أس 2 جذرها هيبقى 8 س صاد. هناخدها مرة هنا ومرة هنا. كده حللنا. بعد كده السؤال رقم 5 ألف أس 4 زائد 2500 ب أس 4. هنا برضو تحليل بإكمال المربع، عايزين نكمل المقدار ده عشان نقدر نحلله. يبقى هنجيب الحد الأوسط هيكون بيساوي موجب أو سالب 2 في جذر التربيع للحد الأول ألف أس 4 جذرها التربيعي ألف أس 2 في 2500 جذرها التربيع هيبقى 50، والب أس 4 جذرها التربيع يبقى ب أس 2. كده نضرب دلوقتي 2 في 50 هيبقى ب100 ألف أس 2 ب أس 2. يبقى احنا كده جبنا الحد الأوسط. هنكتب المقدار زي ما هو اللي هو عندي ألف أس 4 زائد 2500 ب أس 4. سيبنا مكان للحد الأوسط، يبقى مرة هنضيفه مرة هننقصه. هنضيف 100 ألف أس 2 ب أس 2، ومرة هنطرح الحد الأوسط اللي هو 100 ألف أس 2 ب أس 2. دلوقتي هنحلل المقدار الثلاثي ده مقدار ثلاثي مربع كامل. هنحلله، هنفتح قوس واحد تربيع، هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول ألف أس 4 جذرها التربيع هيبقى ألف أس 2. إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل.
بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التالت دوت 2500. جذرها التربيعي هيبقى 50، ب أس 4 جذرها التربيعي يبقى ب أس 2. بعد كده نكمل المقدار يبقى سالب 100 ألف أس 2 ب أس 2. كده بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، الجذر التربيعي هيلغي التربيع اللي على القوس، هيبقى فاضل القوس بس اللي جوه القوس اللي هو عندي ألف أس 2 زائد 50 ب أس 2. هنا خدنا القوس هنا مرة، هناخد نفس القوس هنا، يبقى عندي ألف أس 2 زائد 50 ب أس 2. قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. 100 جذرها التربيع 10، ألف أس 2 جذرها التربيع ألف، ب أس 2 جذرها التربيع ب. خدنا هنا 10 ألف ب، هناخد برضو هنا 10 ألف ب اللي هو جذر التربيع للحد التاني، هناخده هنا مرة وهنا مرة. كده حللنا. بعد كده السؤال رقم 6، 81 س أس 4 زائد 4 ع أس 4. هنا عايزين نكمل المقدار ده عشان نقدر نحلله. هنحلله، هنجيب الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول. 81 دي جذرها التربيع 9، س أس 4 جذرها التربيع يبقى س أس 2 في جذر الحد التاني 4 جذرها التربيع 2، وعين أس 4 جذرها التربيعي هيبقى ع أس 2. نضرب 2 في 2 ب4، 4 في 9 هتبقى ب36، يبقى عندي موجب أو سالب 36 س أس 2 ع أس 2. كده جبنا الحد الأوسط. دلوقتي هنكتب المقدار، هو مديني 81 س أس 4، وهنسيب مكان للحد الأوسط، زائد 4 ع أس 4. دلوقتي هنضيف مرة الحد الأوسط اللي هو موجب 36 س أس 2 ع أس 2، ومرة نطرحه يبقى 36 س أس 2 ع أس 2. دلوقتي أنا أصبح عندي مقدار ثلاثي مربع كامل اللي هو دوت. هنحلله، هنفتح قوس واحد عليه تربيع، هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول. 81 جذرها التربيعي 9، وس أس 4 جذرها التربيعي يبقى س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل. نجيب الجذر التربيعي للحد التالت، 4 جذرها التربيع 2، وعين أس 4 جذرها التربيعي يبقى ع أس 2. بعد كده نكمل المقدار، هيبقى ناقص 36 س أس 2 ع أس 2. بعد كده عندي أصبح فرق بين مربعين هنحلله قوسين. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول. الحد الأول عشان أجيب الجذر التربيعي، الجذر التربيعي هيلغيلي التربيع، هيبقى عندي القوس بس زي ما كان عندي س تربيع كنت باخد س منها بس، يبقى هنا كأني هاخد س في س، اخد قوس في نفس القوس، هيبقى عندي 9 س أس 2 زائد 2 ع، وهنا 9 س أس 2 زائد 2 ع. قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. 36 دي تتحلل 6 في 6، س أس 2 هنحللها س في س، وعين أس 2 هنحللها ع في ع، اللي هو كأن خدنا الجذر التربيعي للحد التاني اللي هو يبقى 6 س ع. ده كده الإجابة. بعد كده السؤال رقم 7، 4 س أس 4 زائد 625 ع أس 4. هنجيب الحد الأوسط، هيكون بيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول 4 جذرها التربيع 2، س أس 4 جذرها التربيع س أس 2 في الجذر التربيعي 625 هيبقى 25، وعين أس 4 جذرها التربيع هيبقى ع أس 2. هنضرب 2 في 2 ب4، 4 في 25 هيبقى ب100، هتساوي موجب أو سالب 100 س أس 2 ع أس 2. كده احنا جبنا الحد الأوسط. هنكتب المقدار اللي هو مديهولنا 4 س أس 4 زائد 625 ع أس 4. كده سايبين مكان الحد الأوسط اللي احنا جبناه، مرة هنضيفه يبقى موجب 100 س أس 2 ع أس 2، ومرة هنطرحه 100 س أس 2 ع أس 2. هنا دلوقتي أصبح عندي مقدار ثلاثي مربع كامل هنحلله اللي هو ده. هنحلله قوس واحد عليه تربيع، هنجيب الجذر التربيع للحد الأول. 4 دي جذرها التربيع 2، س أس 4 جذرها التربيع س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط تنزل، ونجيب الجذر التربيعي 625 هيبقى 25،
وعين أس 4 جذرها التربيعي عين أس 2. بعد كده سالب 100 س أس 2 عين أس 2. دلوقتي عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين، قوس عليه تربيع، هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول. الجذر التربيعي هيلغي التربيع، يبقى هناخد القوس من غير التربيع، هيبقى 2 س أس 2 زائد 25 عين أس 2. نفس القوس هنا 2 س أس 2 زائد 25 عين أس 2. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. 100 دي هناخدها 10 في 10، س أس 2 هناخدها س في س، وعين أس 2 هتبقى عين في عين. بعد كده السؤال رقم 8، 64 س أس 4 زائد 81 ص أس 4. هنحلل بإكمال المربع، هنكمل المقدار عشان نقدر نحلله. هنجيب الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول 64 جذرها التربيع 8 س أس 4 جذرها التربيع س أس 2 في الجذر التربيع للحد التاني 81 جذرها التربيع 9 ص أس 4 جذرها التربيع ص أس 2. بعد كده 2 في 8 في 9 يبقى ب144، يبقى يساوي 144 س أس 2 ص أس 2. يبقى كده دلوقتي هنكتب المقدار زي ما هو 64 س أس 4 ونسيب مكان للحد الأوسط اللي احنا جبناه زائد 81 ص أس 4. مرة هنضيفه اللي هو موجب 144 س أس 2 ص أس 2، ومرة نطرحه 144 س أس 2 ص أس 2. كده دلوقتي عندي مقدار ثلاثي مربع كامل هنحلله. هنفتح قوس واحد عليه تربيع، وهنجيب الجذر التربيعي للحد الأول 64 جذرها التربيعي 8 س أس 4 جذرها التربيعي س أس 2. بعد كده الحد التالت هنا الأول إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل. 81 جذرها التربيعي 9 ص أس 4 جذرها التربيعي ص أس 2. بعد كده نكمل المقدار سالب 144 س أس 2 ص أس 2. دلوقتي بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. في القوس الأول هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول عشان ناخد الجذر التربيعي. الجذر التربيعي هيلغي التربيعي، يبقى هناخد القوس بس اللي هو 8 س أس 2 زائد 9 ص أس 2، وهنا 8 س أس 2 زائد 9 ص أس 2. قوس إشارته موجبة وقوس إشارته سالبة. 144 جذرها التربيع 12 س أس 2 جذرها التربيع س ص أس 2 جذرها التربيع ص، يبقى 12 س ص، وهنا 12 س ص. بعد كده السؤال رقم 9، 12 س أس 4 زائد 3 ص أس 4. هنا دلوقتي ده تحليل بإكمال المربع، قلنا بيكون غالبا س أس 4 بيكون الأس 4. ودلوقتي لو جيت أجيب الجذر التربيعي للحد الأول مش هعرف أجيب 12 ملهاش جذر تربيعي وال3 ملهاش جذر تربيعي. يبقى الأول ناخد بالنا كده إن في عامل مشترك، 12 بتبقى الاسم على 3 وال3 بتبقى الاسم على 3، يبقى ناخد 3 عامل مشترك. هنا مفيش رموز اتكررت يبقى مفيش عامل مشترك في الرموز. يبقى دلوقتي هناخد ال3 12 على 3 فيها ال4 وس أس 4 تنزل زائد 3 على 3 فيها الواحد راحت ويبقى لي ص أس 4. كده الحد الأول لجذر تربيعي والحد التاني لجذر تربيعي. يبقى دلوقتي عشان أكمل المقدار ده وأقدر أحلله هنجيب إيه الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول 4 جذرها التربيعي 2 س أس 4 جذرها التربيعي س أس 2 في جذر التربيعي للحد التاني ص أس 4 جذرها التربيعي ص أس 2. دلوقتي 2 في 2 هيبقى ب4 س أس 2 ص أس 2 موجب أو سالب. يبقى كده دلوقتي هنكتب المقدار اللي هو مديهولي اللي أنا عدلته بقى بعد ما خدت العامل المشترك. هنكتبه ال3 اللي خدناه عامل مشترك دي تبقى بره. بعد كده نفتح قوس هنكتب المقدار 4 س أس 4 هنسيب مكان للحد الأوسط هنكتب زائد ص أس 4. يبقى دلوقتي هنضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه مرة ومرة نطرحه، يبقى عندي زائد 4 س أس 2 ص أس 2 ومرة نطرحه ناقص 4 س أس 2 ص أس 2. كده دلوقتي بقى عندي ده مقدار ثلاثي مربع كامل هنحلله. قوس تربيع
ادي قوس وعليه تربيع، ما ننساش التلاتة اللي احنا واخدين عامل مشترك بره. ده بنحلله نجيب الجذر التربيعي للحد الاول. الاربعة جذرات تربيع 2 س اس 4 جذرات تربيع س اس 2. اشارة الحد الاوسط تنزل، وصاد اس 4 جذرات تربيع صاد اس 2. بعد كده هنكمل المقدار ناقص 4 س اس 2 صاد اس 2. كده اصبح عندي دلوقتي فرق بين مربعين، هنحلله. التلاتة دي برضه هتفضل بره. وبعد كده هنفتح قوسين، هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول. الجذر هيلغي التربيع، يبقى هناخد القوس بس اللي هو 2 س أس 2 زائد صاد أس 2، وهنا 2 س أس 2 زائد صاد أس 2. بعد كده قوس إشارته موجبة وقوس إشارته سالبة. الأربعة دي اللي هي 2 في 2 س أس 2 جذرات تربيع س صاد أس 2 جذرات تربيع صاد. خدنا هنا 2 س صاد، هناخد برضو 2 س صاد. يبقى كده اتحلل. بعد كده السؤال رقم 10، 8 س أس 4 صاد أس 2 زائد 162 عين أس 4 صاد أس 2. هنا دلوقتي الحد الأول ملوش جذر تربيعي والحد التاني ملوش جذر تربيعي عشان أجيب الحد الأوسط. يبقى دلوقتي هشوف في عامل مشترك عندي 8 وال162. لو قلت هقسم على 8 ال162 مش هتقبل اسم على 8، يبقى 8 وال162 دي أعداد زوجية، هيقبل اسم على الاتنين، يبقى هناخد الاتنين عامل مشترك. بعد كده عندي صاد أس 2 اتكررت، هناخد صاد أس 2 عامل مشترك. بعد كده افتح قوس، 8 على الاتنين فيها الأربعة، س أس 4 هتنزل وصاد أس 2 هتروح مع صاد أس 2. بعد كده زائد 162 على الاتنين هيبقى فيها ال81، وعين أس 4 هتنزل مفيش حاجة تقسم عليها، وصاد أس 2 هتروح مع صاد أس 2. خلاص كده عندي الحدين دول الاتنين لهم جذر تربيع. هنحلله ازاي عشان نكمل المقدار ده ونقدر نحلله؟ هنجيب الحد الأوسط. الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول الأربعة جذرات تربيع 2 وس أس 2 جذر وس أس 4 جذرات تربيع س أس 2 في الحد التاني جذر التربيع 81 9 وعين أس 4 جذرات تربيع عين أس 2. بعد كده 2 في 2 ب4، 4 في 9 هتبقى ب36 س أس 2 عين أس 2. كده جبنا الحد الأوسط. هنكتب المقدار، ما ننساش اللي احنا خدناه عامل مشترك يفضل بره 2 صاد أس 2. افتح قوس، هنكتب المقدار ده زي ما هو 4 س أس 4، بس هنسيب مكان للحد الأوسط زائد 81 عين أس 4. مرة هنضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه، هيبقى عندي موجب 36 س أس 2 عين أس 2، ومرة نطرحه 36 س أس 2 عين أس 2. كده دلوقتي أصبح عندي ده مقدار ثلاثي مربع كامل. هنحلله، هنفتح قوس عليه تربيع، ما ننساش العامل المشترك 2 صاد أس 2. الأربعة س أس 2 الحد الأول جذر التربيع هيكون 2 س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط تنزل ونجيب الجذر التربيع الحد التالت 81 جذرات تربيع 9 عين أس 4 جذرات تربيع يبقى عين أس 2. بعد كده نكمل المقدار سالب 36 س أس 2 عين أس 2. هنحلله دلوقتي فرق بين مربعين. هنكتب بره العامل المشترك اللي هو 2 صاد أس 2. ده بيتحلل ازاي؟ قوسين، هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول. الجذر التربيعي هيلغي التربيع، وهناخد القوس بس اللي هو 2 س أس 2 زائد 9 عين أس 2، وهنا برضو 2 س أس 2 زائد 9 عين أس 2. قوس إشارته موجبة قوس إشارته سالبة. 36 دي جذرات تربيع 6 س أس 2 جذرات تربيع س عين أس 2 جذرات تربيع عين، نفس اللي خدناه هنا ناخده هنا 6 س عين. بعد كده السؤال التاني، حلل كل مما يأتي تحليلا كاملا. في السؤال الأول كان بيديني حدين بس، هنا مديني 3 حدود. هنا لو جينا نفكر فيهم ان ده مقدار ثلاثي، طبعا ده مقدار ثلاثي غير بسيط عشان المعامل في معامل مع أول حد. طيب دلوقتي لو جينا نحلله مقدار ثلاثي غير بسيط مش هنقدر نحلله برضه. طب هنا هنعمل ايه؟ لو ده برضه لو قلنا الحد الأول لجذر تربيعي والحد التالت لجذر تربيعي، فده هنحلله مقدار ثلاثي مربع كامل، بس لسه في شرط ان احنا لما نضرب جذر التربيع الحد الأول في الجذر التربيعي الحد التاني يديني في 2 يديني الحد الأوسط. هنجيب دلوقتي الحد الأوسط نشوفه هيساوي الحد الأوسط اللي موجود ولا لأ. الحد الأوسط
هيساوي موجب أو سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الأول، 9 جذرها التربيعي 3 س أس 4 جذرها التربيعي س أس 2 في الجذر التربيعي للحد التالت هيبقى 1. 2 في 3 ب6 س أس 2، طبعا موجب أو سالب. كده الحد الأوسط مش هو الحد الأوسط اللي احنا جبناه، يبقى ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الحد الأول والحد التالت، ده هيكون تحليل بإكمال المربع، وهنحرك الحد التاني ده نجيبه ورا. يعني هنعمل ايه؟ أنا هكتب زي ما هو 9 س أس 4 زائد الواحد، بعد كده هنحرك مكان الحد التاني هيجيبه في الآخر زائد 2 س أس 2. دلوقتي لو اعتبرنا ده مش موجود، فأنا عندي ده حدين عايزة أحلله. عشان أقدر أحلله هنحلله بإكمال المربع، هنضيف مرة الحد الأوسط ومرة هنطرحه. يبقى هكتب الحد زي ما هو، يبقى عندي دلوقتي 9 س أس 4، هنسيب مكان الحد الأوسط يبقى موجب 1، وبعد كده هنطرحه تاني هنا بعد كده موجب 1، وهنكمل المقدار موجب 2 س أس 2. دلوقتي هنضيف الحد الأوسط هيبقى عندي موجب 6 س أس 2، ومرة هنطرحه سالب 6 س أس 2. دلوقتي هنقسم ده الأول كده مقدار ثلاثي مربع كامل هنحلله، وهنا هناخد الحدين دول مع بعض. هنا هنحلله قوس 1 عليه تربيع، هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، 9 جذرها التربيعي 3 س أس 4 دي جذرها التربيعي س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل، الواحد جذره التربيعي هيكون 1. بعد كده زائد حدود متشابهة، 2 وسالب 6 إشارات مختلفة تنزل إشارة الحد الكبير، ونطرح 6 ناقص 2 يبقى 4 س أس 2. كده دلوقتي هنضرب موجب في سالب هيبقى بسالب، يبقى هنا هنكتب المقدار 3 س أس 2 زائد 1 الكل تربيع ناقص 4 س أس 2. كده بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين، 3 س أس 2 زائد 1 أس 2. عشان نجيب الجذر التربيعي للحد الأول هناخد قوس 1 اللي هو 3 س أس 2 زائد 1 مرة، وهنا 3 س أس 2 زائد 1، القوس في نفسه يديني نفس القوس تربيع. بعد كده قوس إشارته موجبة وقوس إشارته سالبة، 4 س أس 2 الأربعة جذرها التربيع 2 وس أس 2 جذرها التربيع س. هنا هنضرب 2 س في 2 س. بعد كده السؤال التاني هتكون نفس فكرة السؤال الأول. دلوقتي هنجيب أول حاجة الحد الأوسط، هنشوف نفس الحد الأوسط اللي هو مديهولي. الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول س أس 4 جذرها التربيع س أس 2 في جذر التربيع للحد التالت 16 جذرها التربيع 4، 2 في 4 ب8 س أس 2، طبعا موجب أو سالب. كده الحد الأوسط اللي احنا جبناه مش هو الحد الأوسط، يبقى ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل. يبقى هنحلله، هناخد الأول مع التالت ونكمله بالحد الأوسط اللي احنا جبناه عشان نقدر نحلله. يبقى هكتب المقدار س أس 4 سيب مكان للحد الأوسط زائد 16، ده اللي ليه جذر وده اللي ليه جذر، واحنا جبنا الحد الأوسط هنضيفه مرة موجب 8 س أس 2. بس هو هنا مديني حد زيادة اللي هو الحد الأوسط هنكتبه ناقص 28 س أس 2، وانا زي ما ضفت الحد الأوسط هرجع اطرحه تاني ناقص 8 س أس 2. كده دلوقتي هناخد الثلاث حدود دول، يبقى ده مقدار ثلاثي مربع كامل، ودول مع بعض مقدار ثلاثي مربع كامل هنحلله قوس عليه تربيع. نجيب الجذر التربيعي للحد الأول، س أس 4 جذرها التربيع يبقى س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل، بعد كده نجيب الجذر التربيعي ل16 هيكون 4. دلوقتي عندي هنا حدود متشابهة، سالب 28 س أس 2 وسالب 8 س أس 2. هنا إشارات متشابهة تنزل نفس الإشارة ونجمع 28 زائد 8 هيبقى 36، ونفس الرمز ينزل اللي هو س أس 2. كده دلوقتي بقى أصبح عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. نجيب الجذر التربيعي للحد الأول، الجذر التربيعي هيلغي التربيع، هناخد القوس بس يبقى عندي س أس 2 زائد 4، وهنا س أس 2 زائد 4، قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. 36 ده نحللها 6 في 6، والس أس 2 هنحللها س في س، أو اللي هو نجيب الجذر التربيعي للحد التاني. 36 جذرها 6 س أس 2 جذرها س، هناخد هنا مرة وهنا مرة، كده حللنا بإكمال المربع. بعد كده السؤال الثالث س أس 4 زائد 9 س أس 2 زائد 81. أول حاجة هنجيب الحد الأوسط، الحد الأوسط هيساوي
موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول س أس 4 جذرها التربيع هيبقى س أس 2 في جذر الحد التالت اللي هو 81 جذرها التربيع يبقى 9. 2 في 9 هيبقى ب18 س أس 2 طبعا موجب أو سالب. كده دلوقتي الحد الأوسط اللي احنا جبناه مش نفس الحد الأوسط اللي موجود، يبقى ده هنحلله، هنحرك بس مكان 9 س أس 2 نجيبها ورا ونبدل الأماكن. يبقى أنا دلوقتي هنا عايزة أحلل بإكمال المربع. هجيب الحد الأول، هكتب المقدار عندي س أس 4 وهنضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه اللي هو موجب 18 س أس 2 وهنكمل المقدار اللي هو مديهولي، بس احنا قلنا هنبدل الأماكن. هنا عن هنا هكتب الأول موجب 81، بعد كده نكتب زائد 9 س أس 2. ما ننساش زي ما ضفنا الحد الأوسط هنرجع نطرحه تاني، ناقص 18 س أس 2. يبقى مرة ضفناه ومرة نقصناه. كده هنحلل ده مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله قوس واحد عليه تربيع. هنجيب دلوقتي الجذر التربيعي للحد الأول س أس 4 جذرها التربيعي س أس 2، إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل. بعد كده الجذر التربيعي للحد التالت 81 جذرها التربيعي هيكون 9. بعد كده هنا عندي دول حدود جبرية متشابهة، موجب 9 وسالب 18. هنا إشارات مختلفة، تنزل إشارة العدد الكبير ونطرح 18 ناقص 9 9 ونفس الرمز ينزل اللي هو س أس 2. دلوقتي بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول. عشان أجيب الجذر التربيعي للحد الأول الجذر هيلغي لي التربيع، يبقى هناخد القوس بس. يبقى عندي س أس 2 زائد 9 وهنا س أس 2 زائد 9، قوس إشارته موجبة وقوس إشارته سالبة. التسعة دي نحللها 3 في 3، س أس 2 دي تتحلل س في س، أو ممكن نقول بناخد الجذر التربيعي للحد التاني اللي هو 9 جذرها التربيع 3 س أس 2 جذرها التربيع س، هناخدها هنا مرة وهنا مرة. يبقى كده دلوقتي كده حللنا بإكمال المربع. بعد كده السؤال الرابع 9 س أس 4 ناقص 25 س أس 2 زائد 16. كده الحد الأول في المقدار ده ليه جذر والحد التالت ليه جذر، فدول عشان أتأكد إن ده مقدار ثلاثي مربع كامل أجيب الحد الأوسط. يبقى كده دلوقتي عندي الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول 9 جذرها التربيع 3 س أس 4 جذرها التربيع س أس 2 في جذر الحد التالت 16 جذرها التربيع 4. 2 في 3 ب6، 4 في 6 هتبقى 24 س أس 2 موجب أو سالب طبعا. كده دلوقتي الحد الأوسط اللي احنا جبناه مش نفس الحد الأوسط، فده مش هيكون مقدار ثلاثي مربع كامل. هنحلله، هناخد الحد الأول اللي ليه جذر والحد التالت عشان ليه جذر، وبعد كده هنحلله بإكمال المربع. هنضيف عليه الحد الأوسط اللي احنا جبناه اللي هو بتاع الحدين دول. يبقى كده هكتب 9 س أس 4 وهضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه موجب 24 س أس 2. بعد كده هنكمل المقدار، هجيب زائد 16. بعد كده احنا كده بدلنا الحدين دول ناقص 25 س أس 2. بعد كده احنا ضفنا حد أوسط هنرجع نطرحه تاني ناقص 24 س أس 2. مرة ضفناه ومرة نقصناه، يبقى كده مش أثر حاجة في المقدار. بعد كده هناخد أول 3 حدود ونحلله قوس وعليه تربيع ونجيب الجذر التربيعي للحد الأول 9 جذرها التربيع 3 س أس 4 جذرها التربيع س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط تنزل و16 جذرها التربيع 4. بعد كده دول حدود متشابهة سالب 25 وسالب 24 هتبقى سالب 49 س أس 2. كده دلوقتي بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. القوس الأول هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، الجذر التربيعي هيلغي التربيع، يبقى هناخد قوس واحد 3 س أس 2 زائد 4 وهنا 3 س أس 2 زائد 4. القوس في نفسه يديني نفس القوس تربيع. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. 49 دي تتحلل 7 في 7 وس أس 2 دي نحللها س في س. بعد كده المقدار ده لو رتبناه هنقدر نحلله، يبقى كده عندي 3 س أس 2 ناقص 7 س زائد 4 وهنا برضو هنرتبه 3 س أس 2 زائد 7 س زائد 4. كده دلوقتي ده عندي مقدار ثلاثي غير بسيط بنحلله. بناخد المعامل بتاع س تربيع دوت ونضربه في الحد التالت، هيبقى عندي دلوقتي س أس 2 ناقص 7 س
زائد 12 هنحلله قوسين. بيتحلل س تربيع دي نحللها س في س. دلوقتي أنا عايزة عددين حاصل ضربهم 12 ويكون مجموعهم 7. مين هيكون عندي؟ 3 في 4. 3 في 4 ب12 ومجموعهم 7. 3 زائد 4 يبقى 7. بعد كده إشارة الحد الأخير موجبة، يبقى العددين هياخدوا نفس إشارة الحد الأوسط اللي هي الإشارة السالبة. ما ننساش زي ما ضربنا في 3 هنرجع نقسم عليها، هنقسم هنا على 3 وهنا على 3. يبقى كده عندي القوس الأول س ناقص 3 على 3 فيها الواحد، والقوس التاني الأربعة مش بتقبل القسمة على 3، فالتلاتة هنا هتكون معامل السين، هتبقى 3 س ناقص الأربعة. كده حللنا المقدار الأول. حلل المقدار التاني برضو ده مقدار ثلاثي غير بسيط. هناخد المعامل بتاع س تربيع هنضربه في الحد التالت، هيبقى عندي س أس 2 زائد 7 س زائد 12. هنا هيتحلل قوسين، س تربيع دي نحللها س في س، وال12 أنا عايزة عددين حاصل ضربهم 12 بس يكون مجموعهم 7. هيبقى عندي 3 في 4، 3 في 4 الأخير إشارته موجبة، يبقى العددين اللي احنا جبناهم هياخدوا إشارة الحد الأوسط اللي هي الإشارة الموجبة. بعد كده زي ما ضربنا في 3 هنرجع نقسم تاني عليها، هيبقى هنا عندي س زائد 3 على 3 فيها الواحد. بعد كده هنا هنقسم على 3، الأربعة مش بتبقى القسمة على 3، فهتكون التلاتة دي معامل السين، هتبقى 3 س زائد الأربعة. ده كده التحليل. بعد كده السؤال رقم 5، عندي س أس 4 زائد 3 س أس 2 ص أس 2 زائد 4 ص أس 4. أول حاجة هنتأكد إن المقدار ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل. هنجيب أول حاجة الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب، هنجيب الجذر 2 في الجذر التربيعي للحد الأول س أس 4 جذرات تربيع س أس 2 في الجذر التربيعي للحد التالت هيبقى 2 ص أس 2 هنضربه 2 في 2 هيبقى ب4 س أس 2 ص أس 2 س أس 2 ص أس 2. كده احنا جبنا الحد الأوسط طبعا موجب أو سالب، مطلعش نفس الحد الأوسط اللي موجود يبقى ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل. هنحلله ازاي؟ هنضيف دلوقتي الحد الأوسط اللي احنا جبناه وبعد كده نطرحه، يبقى هكتب س أس 4 وهحط دلوقتي الحد الأوسط اللي احنا جبناه هنضيفه موجب 4 س أس 2 ص أس 2. بعد كده هنكمل المقدار، عندي هبدل بس الحدين دول مع بعض، هيبقى عندي موجب 4 ص أس 4، هنبدل الأماكن يبقى موجب 3 س أس 2 ص أس 2. زي ما ضفت موجب 4 س أس 2 ص أس 2 هرجع أطرحها ناقص 4 س أس 2 ص أس 2. بعد كده هنقسم عشان نحلل، هناخد أول 3 حدود مع بعض، ده مقدار ثلاثي مربع كامل. كده هنحلله قوس واحد عليه تربيع عشان أجيب أول حاجة هنجيب الجذر التربيعي الحد الأول س أس 4 جذرات تربيع يبقى س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل. بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التاني ال4 جذرات تربيع 2 ص أس 4 جذرات تربيع ص أس 2. بعد كده عندي هنا حدود متشابهة هنجمعهم مع بعض، عندي موجب 3 وسالب 4 إشارات مختلفة، ننزل إشارة العدد الكبير اللي هو ال4 إشارته سالبة ونطرح 4 ناقص 3 واحد يبقى ننزل الرموز زي ما هي س أس 2 ص أس 2. أصبح عندي دلوقتي ده فرق بين مربعين هنحلله قوسين. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، الحد الأول عشان أجيب له الجذر التربيعي فالجذر هيلغي لي التربيع، هناخد القوس بس اللي هو عندي س أس 2 زائد 2 ص أس 2 وهنا س أس 2 زائد 2 ص أس 2 قوس إشارته موجبة وقوس إشارته سالبة. بعد كده عندي س أس 2 ص أس 2 هناخد الجذر التربيعي للحد التاني س أس 2 جذرات تربيع س ص أس 2 جذرات تربيع ص، هنا س ص وهنا س ص. يبقى كده حللنا. بعد كده السؤال رقم 6، م أس 4 ناقص 11 م أس 2 ن أس 2 زائد ن أس 4. أول حاجة بنعملها عايزين نتأكد إن ده مقدار ثلاثي مربع كامل ولا لأ. هنجيب أول حاجة الحد الأوسط هيكون بيساوي موجب أو سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الأول م أس 4 جذرات تربيع يبقى م أس 2 في الجذر التربيعي للحد التالت ن أس 4 جذرات تربيع ن أس 2 هتساوي موجب أو سالب 2 م أس 2 ن أس 2. كده دلوقتي الحد الأوسط اللي احنا جبناه مش نفس الحد الأوسط، يبقى ده
مش مقدار ثلاثي مربع كامل هنحلله بإكمال المربع. هنكتب الحد الأول م أس 4، بعد كده هنضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه، هيكون عندي موجب 2 م أس 2 ن أس 2. بعد كده هنكمل المقدار، هنجيب بس هنبدل الحدين الأخرى، هيبقى عندي موجب ن أس 4، بعد كده سالب 11 م أس 2 ن أس 2. بعد كده زي ما ضفنا هنرجع ننقص 2 م أس 2 ن أس 2. هنا دلوقتي لو احنا دلوقتي هنحلل بالتقسيم، هناخد أول 3 حدود مع بعض هنحللهم، بس هنا لو بصيت لسالب 11 وسالب 2 لما اجي اجمعهم مع بعض هيديني سالب 13، وانا عايزة بعد كده بيظهر لي فرق بين مربعين، فالسالب 13 دي ملهاش جذر. هنعمل ايه؟ بدل ما هنا جمعنا هنطرح، هنخلي الإشارة هنا سالبة وهنا موجبة عادي كده، برضو طرحنا مرة الحد الأوسط ومرة جمعناه، عشان لما نيجي نجمع سالب 11 وموجب 2 يديني 9، عشان التسعة يكون لها جذر تربيعي وأقدر أحلل الفرق بين مربعين. يبقى كده عندي ده مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله قوس واحد عليه تربيع، وهنجيب الجذر التربيعي للحد الأول م أس 4 جذرها التربيعي يبقى م أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط سالبة تنزل، بعد كده هنجيب الجذر التربيعي للحد التالت ن أس 4 جذرها التربيعي ن أس 2. بعد كده سالب 11 وموجب 2، هنا دول حدود متشابهة هنجمعهم، سالب 11 وموجب 2 إشارات مختلفة تنزل إشارة الحد الكبير ونطرح 11 ناقص 2 يبقى 9 م أس 2 ن أس 2. كده دلوقتي بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين، القوس الأول عليه تربيع هناخد م أس 2 ناقص ن أس 2، عشان لما بناخد الجذر التربيعي الجذر بيلغي التربيع، هناخد القوس بس، وهنا م أس 2 ناقص ن أس 2. قوس إشارته موجبة قوس إشارته سالبة. التسعة هناخدها الجذر التربيعي التسعة 3 وم أس 2 جذرها م ونون أس 2 جذرها ن، 3 م ن، هناخد هنا 3 م ن. بعد كده السؤال رقم 7 س أس 4 زائد س أس 2 ص أس 2 زائد 25 ص أس 4. أول حاجة نتأكد إن ده مش مقدار، إن ده مقدار ثلاثي مربع كامل ولا لأ. هنجيب الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الأول س أس 4 جذر التربيع س أس 2 في الجذر التربيعي للحد التالت 25 جذر التربيع 5 ص أس 4 جذر التربيع ص أس 2. بعد كده هتساوي موجب أو سالب 2 في 5 ب10 س أس 2 ص أس 2. كده احنا جبنا الحد الأوسط، ده مش نفس الحد الأوسط اللي موجود عندي، يبقى ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله بإكمال المربع. هنكتب دلوقتي س أس، هنضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه موجب 10 س أس 2 ص أس 2، وهنكمل المقدار بس قلنا بنبدل الحدين دول، هنجيب موجب 25 ص أس 4. بعد كده هنكتب موجب س أس 2 ص أس 2. ما ننساش زي ما ضفنا الحد الأوسط هنرجع نطرحه زائد 10 س أس 2 ص أس 2. كده دلوقتي هنقسم، هناخد أول 3 حدود مع بعض هنحلله مقدار ثلاثي مربع كامل بيتحلل قوس واحد عليه تربيع. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول من جذرات التربيع س، بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل، هنجيب الجذر التربيعي للحد التالت 25 جذرات تربيع 5 ص أس 4 جذرات تربيع ص أس 2. بعد كده عندي هنا حدود متشابهة س أس 2 ص أس 2 وهنا س أس 2 ص أس 2، هنا حدود متشابهة هنحط إشارة الحد الكبير اللي هو 10 ونطرح عشان نجمع، هنا 1 وهنا 10، 10 ناقص 1 يبقى 9 س أس 2 ص أس 2 نفس الرمز ينزل. كده بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، هنجيب جذر الجذر هيلغي لي التربيع، هناخد القوس بس هيبقى عندي س زائد 5 ص وهنا س زائد 5 ص. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. التسعة جذرها التربيع 3 س أس 2 جذرها التربيع س ص أس 2 جذرها التربيع ص، وهنا برضه هناخد موجب 3 س ص. بعد كده السؤال رقم 8 عندي أ أس 4 زائد 4 أ أس 2 ب أس 2 زائد 16 ب أس 4. أول حاجة هنجيب الحد الأوسط عشان نتأكد نشوف ده مقدار ثلاثي مربع كامل أو لأ.
هيكون بيساوي موجب أو سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الأول ألف أس 4 جذرات تربيع ألف أس 2 في الجذر التربيعي للحد التالت 16 جذرات تربيع 4 ب أس 4 جذرات تربيع ب أس 2. هنضرب دلوقتي 2 في 4 ب8 ألف أس 2 ب أس 2 طبعا موجب أو سالب. كده الحد الأوسط اللي احنا جبناه مش نفس الحد الأوسط، يبقى ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله بإكمال المربع. هنكتب المقدار عندي ألف أس 4، بعد كده هنضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه موجب 8 ألف أس 2 ب أس 2. بعد كده هنكمل المقدار بس بنبدل الحدين، هيبقى عندي موجب 16 ب أس 4 زائد 4 ألف أس 2 ب أس 2. كده بس احنا بدلنا الحدين. بعد كده زي ما ضفنا الحد الأوسط هنرجع نطرحه ناقص 8 ألف أس 2 ب أس 2. كده عندي المقدار الأول اللي هو أول 3 حدود هنحلله مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله قوس واحد عليه تربيع. كده عندي ألف أس 4 هنحللها ألف أس 2، هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول هيكون ألف أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل. بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التالت 16 جذرات تربيع 4 ب أس 4 جذرات تربيع ب أس 2. بعد كده هنا عندي دول حدود متشابهة هنجمعهم مع بعض إشارات مختلفة، تنزل إشارة الحد الكبير اللي هي الإشارة السالبة ونطرحهم 8 ناقص 4 4 وننزل نفس الرمز ألف أس 2 ب أس 2. كده بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، الجذر هيلغي التربيع بتاع القوس، هناخد القوس بس اللي هو عندي ألف أس 2 زائد 4 ب أس 2، وهنا نفس القوس ألف أس 2 زائد 4 ب أس 2. بعد كده قوس إشارته موجبة وقوس إشارته سالبة. الأربعة جذرات تربيع 2 وألف أس 2 جذرات تربيع ألف ب أس 2 جذرات تربيع ب. هنا 2 ألف ب هناخد برضو هنا 2 ألف ب. كده حللنا بإكمال المربع. بعد كده السؤال رقم 9 عندي س أس 4 زائد ص أس 4 ناقص 7 س أس 2 ص أس 2. هنا دلوقتي عايزين نتأكد إن ده مقدار ثلاثي مربع كامل ولا لأ. هنجيب الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الأول اللي هو س أس 4 هيبقى س أس 2 في الجذر التربيعي للحد التاني اللي هو ص أس 4 ده هيبقى ص أس 2. في كل المسائل اللي فاتت كان مدينا الحد اللي هو التالت، هنا نبدل بس الأماكن، فده اللي ليه جذر تربيعي اللي هو س أس 4 وص أس 4 ده اللي احنا خدناهم هيساوي موجب أو سالب 2 س أس 2 ص أس 2. كده الحد الأوسط اللي احنا جبناه مش هو الحد التالت اللي هو موجود، يعني ده برضو مش الحد الأوسط ليهم، يبقى ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله بإكمال المربع. يبقى هنكتب س أس 4، بعد كده هضيف الحد الأوسط اللي أنا جبته موجب 2 س أس 2 ص أس 2. بعد كده هنكمل المقدار موجب ص أس 4 ناقص 7 س أس 2 ص أس 2، وزي ما ضفنا الحد الأوسط هنرجع نطرحه ناقص 2 س أس 2 ص أس 2. بعد كده عندي أول 3 حدود دول هنجمعهم مع بعض، كده مقدار ثلاثي مربع كامل هنحلله قوس واحد عليه تربيع. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول س أس 4 جذرات تربيعي يبقى س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة ينزل. بعد كده هنجيب الجذر التربيعي للحد التالت دوت ص أس 4 جذرات تربيعي هيبقى ص أس 2. بعد كده دول حدود متشابهة نجمعهم هتبقى سالب 7 و2 9 س أس 2 ص أس 2. كده ظهر لي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. قوس أول عليه تربيع يبقى أنا عندي س أس 2 زائد ص أس 2 اللي هو عشان بجيب الجذر التربيعي للحد الأول فالجذر هيلغي التربيع فهناخد القوس من غير التربيع. بعد كده هكتبه برضو هنا س أس 2 زائد ص أس 2. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. التسعة دي جذرات تربيع 3 وس أس 2 جذرات تربيع س ص أس 2 جذرات تربيع ص. هنا خدنا 3 س ص، هناخد برضو هنا 3 س ص. بعد كده السؤال رقم 10 عندي 16 س أس 4 ناقص 28 س أس 2 ص أس 2 زائد 9 ص أس 4. هنا دلوقتي عشان نتأكد إن ده مقدار ثلاثي مربع كامل أو لأ هنجيب الحد الأوسط موجب أو سالب 2 في جذر التربيع للحد الأول 16 جذرات تربيع 4 س أس 4 جذرات تربيع يبقى س أس 2.
بعد كده في الجذر التربيعي للحد التالت، 9 دي جذرها التربيعي 3، صاد أس 4 جذرها التربيعي صاد أس 2. هنضرب 2 في 4 ب8، 8 في 3 هيبقى ب24، س أس 2 صاد أس 2، طبعا موجب أو سالب. دلوقتي كده الحد الأوسط اللي احنا جبناه مش نفس الحد الأوسط، يبقى ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله بإكمال المربع. هنكتب المقدار عندي 16 س أس 4، بعد كده هنضيف عليها الحد الأوسط اللي احنا جبناه موجب 24 س أس 2 صاد أس 2. بعد كده هنكمل المقدار بس هنبدل الحدين الأخر، هيبقى هجيب موجب 9 صاد أس 4 الأول، بعد كده سالب 28 س أس 2 صاد أس 2. بعد كده زي ما ضفنا الحد الأوسط هنرجع نطرحه، سالب 24 س أس 2 صاد أس 2. كده دلوقتي هنحلل بالتقسيم، هناخد أول 3 حدود مع بعض، ده مقدار ثلاثي مربع كامل هنحلله قوس 1 على تربيع، هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول 16 جذرات تربيع 4 س أس 4 جذرات تربيع س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل، هنجيب الجذر التربيعي للحد التالت، 9 دي جذرات تربيع 3 صاد أس 4 جذرات تربيع صاد أس 2. بعد كده هنا حدود متشابهة، هننزل نفس الإشارة عشان برضو الإشارات متشابهة، و28 و24 هيبقى بيساوي 52. كده ال52 دي مش هنعرف نحللها في الخطوة الجاية فرق بين مربعين، يبقى هنعمل ايه زي ما بدلنا قبل كده، هنخلي هنا بدل ما ضفنا هنبقى هنا ناقص وهنا هتكون زائد. يبقى هنا دلوقتي إشارة الحد الأوسط هنا سالبة، هتغير لي إشارة القوس ده وتكون سالبة، وهنا عندي هننزل إشارة الحد الكبير 28 إشارتها سالبة، ونطرح 28 ناقص 24 هتبقى 4 س أس 2 صاد أس 2. كده هنقدر نحلل الفرق بين مربعين، هنحلله قوسين. دلوقتي هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، الجذر هيلغي التربيع، هناخد القوس بس، هيبقى عندي 4 س أس 2 ناقص 3 صاد أس 2، نفس القوس هنا 4 س أس 2 ناقص 3 صاد أس 2، يبقى القوس في نفسه يديني نفس القوس عليه تربيع. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة، الأربعة جذرات تربيع 2 س أس 2 جذرات تربيع س صاد أس 2 جذرات تربيع صاد، هنا 2 س صاد وهنا 2 س صاد. بعد كده السؤال رقم 11، 4 س أس 4 زائد 25 صاد أس 4 ناقص 29 س أس 2 صاد أس 2. برضو هنا هنجيب الحد الأوسط، هنشوفه هو الحد التالت اللي هو مديهولي هنا، اللي هو ده نفسه الحد الأوسط. هنجيب الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الأول 4 س أس 4، الجذر التربيعي للأربعة 2 س أس 4 جذرات تربيع س أس 2 في الجذر التربيعي للحد التاني 25 جذرات تربيع 5 صاد أس 4 جذرات تربيع صاد أس 2 هتساوي 2 في 2 ب4، 4 في 5 هتبقى ب20 س أس 2 صاد أس 2، طبعا موجب أو سالب. كده احنا جبنا الحد الأوسط موجب أو سالب 20 س أس 2 صاد أس 2، مش نفس الحد اللي موجود، يبقى كده هنحلل بإكمال المربع. هنكتب عند أول حاجة 4 س أس 4، بعد كده هنضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه موجب 20 س أس 2 صاد أس 2. بعد كده نكمل المقدار عندي موجب 25 صاد أس 4 ناقص 29 س أس 2 صاد أس 2. زي ما ضفنا الحد الأوسط هنطرحه تاني، هيبقى عندي سالب 20 س أس 2 صاد أس 2. بعد كده عندي المقدار الأول دوت أول 3 حدود مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله قوس 1 عليه تربيع، الأربعة جذرات تربيع 2 وس أس 4 جذرات تربيع س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل، 25 جذرات تربيع 5 صاد أس 4 جذرات تربيع صاد أس 2. بعد كده هنا عندي حدود متشابهة، هننزل نفس الإشارة ونجمع 29 سالب 29 وسالب 20 هتبقى سالب 49 س أس 2 صاد أس 2. بقى عندي دلوقتي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. كده عندي هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، الجذر التربيعي هيلغي التربيع، هناخد القوس من غير التربيع 2 س أس 2 زائد 5 صاد أس 2، هنا وهنا 2 س أس 2 زائد 5 صاد أس 2، قوس إشارته موجبة قوس إشارته سالبة، 49 هتتحلل 7 في 7 س أس 2 هنحللها س في س، صاد أس 2 تتحلل صاد في صاد.
بعد كده المقدار ده لو رتبناه هنقدر نحلله. يبقى أنا عندي 2 س أس 2 هنرتبه، هنجيب موجب 7 س ص في النص، بعد كده موجب 5 ص أس 2. هنرتب المقدار ده برضه، يبقى عندي 2 س أس 2 سالب 7 س ص، بعد كده موجب 5 ص أس 2. دلوقتي هنا عندي ده مقدار ثلاثي غير بسيط عشان س تربيع معاها معامل رقم، يبقى هناخد المعامل ده هنضربه في الحد التالت، هيبقى عندي س أس 2 زائد 7 س ص زائد 10 ص أس 2. هنحلله قوسين، س تربيع تتحلل س في س، وهنا عندي العشرة عايزة عددين حاصل ضربهم 10 بس مجموعهم بيكون 7، هيبقى عندناش غير 2 في 5، 2 في 5 ب10. طيب الصاد تربيع دي تتحلل ص في ص، هنا الأخير إشارته موجبة، يبقى العددين هياخدوا نفس إشارة الحد الأوسط اللي هي الإشارة الموجبة. ما ننساش زي ما ضربنا في 2 هنرجع نقسم عليها، هنقسم هنا على 2 وهنا على 2، الاتنين على 2 فيها الواحد، يبقى أنا كده عندي القوس الأول س زائد ص، وهنا الخمسة مش بتبقى الاسم على الاتنين، فالاتنين دي هتكون معامل السين، يبقى عندي 2 س زائد 5 ص. بعد كده هنا نحلل ده برضو قوسين، ده برضو مقدار ثلاثي غير بسيط، المعامل س تربيع هنضربه في معامل الحد التالت، يبقى كده عندي 2 س أس 2 ناقص 7 س، مش هنفتح قوسين دلوقتي، بعد كده زائد 10 ص أس 2. دلوقتي هنفتح قوسين، الاتنين دي ضربناها في الحد التالت بقت س أس 2 بس، كده هنحلل س أس 2 تبقى س في س. العشرة عددين حاصل ضربهم 10 ومجموعهم 7، هيبقى 2 في 5، وص تربيع دي تتحلل ص في ص، الأخير إشارته موجبة، يبقى الحد العددين هياخدوا نفس إشارة الحد الأوسط اللي هي الإشارة السالبة. زي ما ضربنا في 2 هنرجع نقسم عليها، يبقى هنا عندي س ناقص 2 على 2 فعل واحد، يبقى كده ص. نفتح قوس، الخمسة مش بتبقى الاسم على الاتنين، فالاتنين دي هتكون معامل السين، هتبقى 2 س ناقص 5 ص. كده حللنا تحليل كامل. بعد كده السؤال رقم 12، 3 م أس 4 زائد 3 ن أس 4 ناقص 54 م أس 2 ن أس 2. هنا عندي مقدار ثلاثي، لو جيت أجيب الحد الأوسط هلاقي الحد الأول ملوش جذر ولا التاني ولا التالت مفيش حد ليه جذر. هنلاقي هنا الأعداد اللي موجودة عندي كلها هتبقى الاسم على التلاتة، فاحنا هناخد التلاتة عامل مشترك. 3 م أس 4 على التلاتة، يبقى عندي م أس 4 زائد 3 ن أس 4 على التلاتة، التلاتة هتروح مع التلاتة يبقى لي ن أس 4 ناقص 54 على التلاتة، هيبقى فيها 18 م أس 2 ن أس 2. كده عندي المقدار ده، عايزين نتأكد هو مقدار ثلاثي مربع كامل أو لأ. هنجيب الحد الأوسط، الحد الأوسط هيكون بيساوي 2 في الجذر الحد الأول اللي هو موجب أو سالب، 2 في جذر الحد الأول م أس 4 جذرات تربيع م أس 2 في الجذر التربيعي لن أس 4 جذرها يبقى ن أس 2، هتبقى بتساوي موجب أو سالب 2 م أس 2 ن أس 2. كده الحد الأوسط اللي احنا جبناه مش نفس الحد اللي موجود، يبقى كده ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل، احنا هنحلل بإكمال المربع. يبقى كده عندي 3 افتح قوس م أس 4 زائد، هنضيف دلوقتي الحد الأوسط اللي احنا جبناه 2 م أس 2 ن أس 2 زائد ن أس 4، وهنكمل المقدار ناقص 18 م أس 2 ن أس 2، زي ما ضفنا حد الأوسط هنرجع نطرحه، ناقص 2 م أس 2 ن أس 2. كده دلوقتي عندي هناخد أول 3 حدود ده نحلله مقدار ثلاثي مربع كامل، هناخد التلاتة برا اللي خدناه عامل مشترك، ونفتح هنا قوس واحد عليه تربيع، هنجيب الجذر التربيعي الحد الأول م أس 2، إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل، بعد كده هنجيب الجذر التربيعي الحد التالت ن أس 4 جذرها التربيعي ن أس 2، بعد كده هنا عندي حدود متشابهة هننزل نفس الإشارة ونجمع، لو جمعنا 18 زائد 2 يبقى 20، لو جينا نكمل مش هنقدر نحللها فرق بين مربعين، فهنا هغير الإشارات، هخلي هنا السالب الحد الأوسط اللي أنا ضفته هنا إشارته سالبة، وهنا اللي إشارته موجبة، عشان لما نيجي نطرحهم 18 ناقص 2 يديني 16، يبقى هنا سالب 16 م أس 2 ن أس 2. زي ما غيرت إشارة الحد الأوسط هنا فإشارة القوس ده برضو هتكون سالبة. يبقى كده عندي دلوقتي فرق بين مربعين هنحلله، ما ننساش التلاتة اللي بره، وهنفتح قوسين، هنا اجيب الجذر التربيعي للحد الاول، الحد الاول تربيع، الجذر التربيعي هيلغي التربيع وهناخد القوس من غير التربيع، يبقى هنا عندي م أس 2 ناقص ن أس 2، وهنا م أس 2 ناقص ن أس 2.
فرق، يبقى هناخد قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. ال16 هنحللها 4 وجذر التربيع ل16 4 وميم أس 2 جذر التربيع ميم ونون أس 2 جذر التربيع نون. خدنا هنا 4 ميم نون، هناخد هنا 4 ميم نون. بعد كده السؤال رقم 13 عندي 50 س أس 4 زائد 18 ص أس 4 ناقص 68 س أس 2 ص أس 2. هنا لو بصيت للأعداد اللي عندي كلها مش عارفة أجيب الجذر لأي عدد موجود عشان أجيب الحد الأوسط ونتأكد ده مقدار ثلاثي مربع كامل أو لأ. بس الأرقام اللي عندي كلها تبقى القسمة على الاتنين، هناخد الاتنين عامل مشترك افتح قوس. 50 على الاتنين فيها ال25 والس أس 4 تنزل زائد 18 على الاتنين فيها 9 ص أس 4 سالب 68 على الاتنين هيبقى فيها ال34 س أس 2 ص أس 2. دلوقتي عايزين نجيب الحد الأوسط عشان نشوف ده مقدار ثلاثي مربع كامل أو لأ. هنجيب الحد الأوسط، هنقول 2 في موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول 25 جذرها 5 س أس 4 جذر التربيع س أس 2 في الجذر التربيعي للعدد التاني. الحد التاني عندي جذر التربيع 9 يبقى 3 وص أس 4 جذر التربيع ص أس 2. بعد كده هيساوي موجب أو سالب 2 في 5 ب10 3 في 10 هيبقى ب30 س أس 2 ص أس 2. كده جبنا الحد الأوسط مش نفس الحد الأوسط اللي هو مديهولي، يبقى كده ده هنحلله بإكمال المربع، هنكتب نفس المقدار وهنضيف فيه الحد الأوسط اللي احنا جبناه. يبقى كده عندي الاتنين دي برا افتح قوس 25 س أس 4 هنضيف دلوقتي موجب 30 س أس 2 ص أس 2 وهنكمل المقدار زائد 9 ص أس 4 ناقص 34 س أس 2 ص أس 2. زي ما ضفنا الحد الأوسط اللي جبناه نرجع نطرحه ناقص 30 س أس 2 ص أس 2. كده دلوقتي هناخد أول 3 حدود دول هنحللهم مقدار ثلاثي مربع كامل. يبقى كده عندي هنحلل 2 افتح قوس قوس عليه تربيع، هنحلل مقدار ثلاثي مربع كامل قوس عليه تربيع. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول 25 جذر التربيع 5 س أس 4 جذر التربيع س أس 2. بعد كده شرط الحد الأوسط موجبة تنزل. بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التالت 9 جذر التربيع 3 ص أس 4 جذر التربيع ص أس 2. بعد كده هنا حدود متشابهة هنجمعهم وهتنزل نفس الإشارة ونجمع 34 و30 هتبقى 64 س أس 2 ص أس 2. كده هنخلي الاتنين دي برا. بعد كده دلوقتي بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. عشان نجيب القوس الأول هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، هنجيب الجذر هيلغي التربيع هناخد القوس من غير التربيع. يبقى عندي 5 س أس 2 زائد 3 ص أس 2 وهنا 5 س أس 2 زائد 3 ص أس 2 قوس إشارته موجبة وقوس إشارته سالبة. ال64 دي نحللها 8 في 8 س أس 2 تتحلل س في س ص أس 2 نحللها ص في ص. كده دلوقتي لو رتبنا المقدار ده هنقدر نحلله. يبقى هنكتب 2 افتح قوس 5 س أس 2 زائد 8 س ص زائد 3 ص أس 2. وهنرتب المقدار التاني برضه عندي 5 س أس 2 زائد 3 ص زائد احنا هنبدل عشان نرتبه ناقص 8 س ص زائد 3 ص أس 2. كده دلوقتي احنا بدلنا الأماكن عشان نرتب. بعد كده عندي هنا ده مقدار ثلاثي غير بسيط هنحلله. هنضرب معامل السين تربيع هنضربه في الحد التالت في معامل الحد التالت. الاتنين دي برا افتح قوس. يبقى انا عندي س أس 2 زائد 8 س ص زائد 3 في 5 ب15 ص أس 2. هنحلله الاتنين دي برا ما ننساهاش هنفتح قوسين. عايزة عددين حاصل ضربهم 15 ومجموعهم يكون 8 هي 3 في 5 ب15. يبقى ده هنحلله س تربيع دي تتحلل س في س والصاد تربيع دي نحللها ص في ص. دلوقتي عايزة عددين حاصل ضربهم 15 ومجموعهم 8 يبقى 3 في 5 باخد 3 في 5. الأخير إشارته موجبة يبقى العددين هياخدوا نفس إشارة الحد الأوسط اللي هي الإشارة الموجبة. بعد كده هنحلل المقدار التاني برضو ده مقدار ثلاثي غير بسيط. هنضرب معامل السين تربيع في الحد التالت في معامل الحد التالت. هيبقى عندي س أس 2 ناقص 8 س ص زائد 15 ص أس 2. كده دلوقتي هنحلله قوسين
دلوقتي هنا زي ما ضربنا في 5 هنرجع نقسم عليها قبل ما ننسى، هنقسم هنا على 5 وهنا على 5. هنكمل، يبقى هنا الاتنين دي برا، افتح قوس. طالما هنا التلاتة مش بتقبل على 5 يبقى ال5 دي هتكون معامل السين، يبقى عندي 5 س زائد 3 ص، وهنا هتبقى عندي س زائد 5 على 5 فيها الواحد، مش هنكتبه قصاد الرمز وهنزل الصاد. يبقى كده دي كملناها للآخر. بعد كده هنا ضربنا المعامل س تربيع في 3 وهنحلل س تربيع دي تتحلل س في س، والصاد تربيع هتحلل صاد في صاد. 15 دي نحللها 3 في 5 عشان احنا عايزين عددين حاصل ضربهم 15 بس مجموعهم 8. كده الأخير إشارته موجبة، يبقى العددين هياخدوا نفس إشارة الحد الأوسط. ما ننساش زي ما ضربنا في 5 هنرجع نقسم عليها، نقسم هنا على 5 وهنا على 5. يبقى كده عندي التلاتة مش بتبقى الاسم على 5، فال5 دي هتكون معامل السين، يبقى أنا هنا عندي 5 س ناقص 3 ص، وهنا س ناقص 5 على 5 فيها الواحد قصاد الرمز مش هكتبه وأنزل الرمز اللي هو ص. كده حللناها تحليل كامل. بعد كده السؤال رقم 14، عندي 18 أ ب أس 4 ناقص 114 ب أس 2 ج أس 2 أ. بعد كده موجب 128 أ ج أس 4. كده عندي الألف في الرموز اتكررت. هنا عندي الأعداد اللي موجودة عندي كلها مفيش عدد أقدر أجيب له الجذر التربيعي، فهنا في عامل مشترك، كل الأعداد اللي موجودة عندي هتقبل اسم على الاتنين، هناخد الاتنين عامل مشترك. 18 على الاتنين وفي الرموز هاخد الألف. 18 على 2 فيها 9، الألف هيروح مع الألف يبقى لي ب أس 4 سالب على موجب فيها السالب. 114 على 2 هيبقى فيها 57. هنا ب أس 2 هتنزل وج أس 2 هتنزل والألف هيروح مع الألف بره، زائد 128 على 2 هيبقى فيها 64 والألف هيروح مع الألف يبقى لي ج أس 4. كده دلوقتي هنا الحد الأول ليه جذر والحد التالت ليه جذر. هنجيب الحد الأوسط هنشوفه هو الحد الأوسط ولا لأ. بعد كده هنجيب الحد الأوسط، هيبقى بيساوي الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الأول. 9 دي جذرات تربيع 3، ب أس 4 دي جذرات تربيع ب أس 2 في الجذر التربيعي للحد التالت. 64 جذرات تربيعي هيبقى 8 وج أس 4 جذرات تربيع ج أس 2 هتساوي 2 في 3 ب6، 6 في 8 هيبقى ب48 موجب أو سالب 48 ب أس 2 ج أس 2. يبقى كده دلوقتي الحد الأوسط اللي جبناه مش نفس الحد الأوسط اللي موجود، يبقى كده ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله بإكمال المربع. هناخد بره 2 ألف، افتح قوس. هنا عندي 9 ب أس 4، دلوقتي هنضيف عليها الحد الأوسط اللي احنا جبناه، هيبقى عندي موجب 48 ب أس 2 ج أس 2. وهنكمل المقدار بس هنا بنبدل، هنجيب موجب 64 ج أس 4. بعد كده سالب 57 ب أس 2 ج أس 2. وهنكمل زي ما ضفنا الحد الأوسط هنرجع نطرحه ناقص 48 ب أس 2 ج أس 2. يبقى كده دلوقتي هنحلل أو هناخد أول 3 دول هنقسم، هناخد الثلاث حدود الأولانيين ده مقدار ثلاثي مربع كامل هنحلله. ما ننساش العامل المشترك يفضل بره، هنحلله قوس واحد عليه تربيع. وهنجيب الجذر التربيعي للحد الأول. 9 جذرات تربيع 3 ب أس 4 جذرات تربيع ب أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط تنزل. بعد كده 64 دي جذرات تربيع يبقى 8 وج أس 4 جذرات تربيع ج أس 2. بعد هنا دلوقتي سالب 57 وسالب 48 هيبقى 105. 105 اللي احنا جبنا لو هنكمل السؤال فرق بين مربعين مش هعرف أحلل 105، يبقى كده هبدل الإشارات اللي أنا حطاها. زي هنا ضفت بعد كده طرحت، لأ هنا هطرح بعد كده هضيف. يبقى هنا هنجمع الرقمين دول إشارات مختلفة، تنزل إشارة الحد الكبير العدد الكبير إشارته تنزل، و57 ناقص 48 هيبقى 9 ب أس 2 ج أس 2. كده زي ما غيرنا الإشارة هنا وخليناها سالبة، إشارة القوس هنا هتكون برضو نفس إشارة الحد الأوسط هتكون سالبة. دلوقتي بقى نقدر نحلل الفرق بين مربعين. هنحلل هنا العامل المشترك هيفضل بره، وهنحلل قوسين. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، الجذر هيلغي التربيع وهناخد القوس من غير التربيع، يبقى عندي 3 ب أس 2 ناقص 8 ج أس 2، وهنا 3 ب أس 2 ناقص 8 ج أس 2. قوس إشارته موجبة وقوس إشارته سالبة. التسعة دي بتتحلل 3 في 3، ب أس 2 دي هنحللها ب في ب، وج أس 2 هنحللها ج في ج.
بعد كده السؤال رقم 3، حلل كل مما يأتي تحليلا كاملا. أول سؤال س أس 2 افتح قوس 9 س أس 2 ناقص 10 ص أس 2 زائد ص أس 4. أول حاجة هنفك القوس ده، س أس 2 هتخش تضرب كل اللي جوه القوس، يبقى أنا كده عندي س أس 2 في 9 س أس 2 هتبقى 9 س أس 4. بعد كده س أس 2 تضرب سالب 10 ص أس 2 هتبقى سالب 10 س أس 2 ص أس 2. بعد كده هنكتب المقدار الأخير اللي هو موجب ص أس 4. دلوقتي عايزين نتأكد ده مقدار ثلاثي مربع كامل ولا لأ. هنجيب الحد الأوسط. الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الأول 9 جذرات تربيع 3 س أس 4 جذرات تربيع س أس 2 في جذر الحد التالت ص أس 4 جذرات تربيع ص أس 2. بعد كده نضرب 2 في 3 ب6 س أس 2 ص أس 2، طبعا موجب أو سالب. كده الحد الأوسط اللي احنا جبناه مش نفس الحد الأوسط اللي موجود في المقدار، يبقى ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله بإكمال المربع. هنكتب المقدار زي ما هو. أول حاجة عندي 9 س أس 4، بعد كده هنضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه موجب 6 س أس 2 ص أس 2. بعد كده هنكمل المقدار بس هنبدل الحدين دول، هنجيب موجب ص أس 4 الأول، بعد كده سالب 10 س أس 2 ص أس 2. زي ما ضفت الحد الأوسط هنرجع نطرحه تاني، يبقى سالب 6 س أس 2 ص أس 2. كده هنقسم عشان نحلل، هناخد أول 3 حدود مع بعض، يبقى ده مقدار ثلاثي مربع كامل. هنحلله قوس واحد عليه تربيع، وهنا هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول. 9 جذرات تربيع 3 س أس 4 جذرات تربيع يبقى س أس 2، إشارة الحد الأوسط تنزل الموجب. بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التالت، ص أس 4 دي جذرات تربيع هيبقى ص أس 2. بعد كده هنا عندي حدود متشابهة هنجمعهم مع بعض، سالب 10 وسالب 6 إشارات متشابهة تنزل نفس الإشارة ونجمع. 10 و6 يبقى 16، و16 هيكون لها جذر عشان لما نيجي نحلل الفرق بين مربعين. بعد كده هننزل الرموز زي ما هي، س أس 2 ص أس 2 بننزل نفس الرمز ونفس الأس عشان هنا حدود متشابهة. بعد كده دلوقتي بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، يعني الجذر هيلغي لي التربيع، يبقى هناخد القوس من غير التربيع، هيبقى عندي 3 س أس 2 زائد ص أس 2، وهنا هناخد نفس القوس 3 س أس 2 زائد ص أس 2. بعد كده قوس إشارته موجبة قوس إشارته سالبة. ال16 دي تتحلل هنجيب جذرها 4، أو ممكن نقول تتحلل 4 في 4. س أس 2 دي جذرها س، أو ممكن أقول أحللها س في س. ص أس 2 اللي هي ص في ص. يبقى كده حللنا فرق بين مربعين. بعد كده لو رتبنا المقدار ده هنقدر نحلله، هنرتبه يبقى هنا 3 س أس 2، بعد كده نجيب ده في النص موجب 4 س ص، بعد كده موجب ص أس 2. ده كده مقدار ثلاثي غير بسيط. هنرتب برضو المقدار ده 3 س أس 2 ناقص 4 س ص زائد ص أس 2. هنا ده مقدار ثلاثي غير بسيط هنحلله. عشان نحلله هنضرب المعامل بتاع س تربيع ده في الحد التالت، يبقى كده عندي س أس 2 زائد 4 س ص زائد 3 ص أس 2. بيتحلل ازاي؟ نفتح قوسين، س تربيع دي هنحللها س في س، وهنا انا عايزة عددين حاصل ضربهم 3 بس يكون مجموعهم 4، احنا ما عندناش غير 1 في 3، يبقى هناخد 1 في 3. طبعا الص تربيع دي الأول هنحللها ص في ص، والواحد قصاد الرمز مش هيتكتب وهكتب هنا 3. طيب إشارة الأخير موجبة، يبقى العددين هياخدوا نفس إشارة الحد الأوسط اللي هي الإشارة الموجبة. زي ما ضربت في 3 منساش هنرجع نقسم عليها تاني، هنقسم هنا على 3 وهنا على 3. الواحد اللي قصاد الصاد مش بيبقى الاسم على 3، فالتلاتة دي هتكون معامل السين، هتبقى كده 3 س زائد ص في س زائد التلاتة على 3 فيها الواحد قصاد الرمز مش هيتكتب، هننزل الرمز اللي هو ص. هنحلل بقى المقدار ده كمان، ده برضو مقدار ثلاثي غير بسيط. الأول هنتخلص من المعامل اللي قصاد س تربيع عشان نحول المقدار الغير بسيط نحوله لمقدار ثلاثي بسيط. هنضربه في معامل الحد التالت، هيبقى هنا عندي س أس 2 ناقص 4 س ص
زائد 3 صاد أس 2. بعد كده هنفتح قوسين، س تربيع دي نحللها س في س. بعد كده الصاد تربيع دي برضو بتتحلل صاد في صاد. أنا عايزة عددين حصل ضربهم 3 ومجموعهم 4، ما عندناش غير 1 في 3. طبعا الواحد قصاد الرمز مش هيتكتب، وادي ال3 الأخير إشارة موجبة، يبقى العددين هياخدوا نفس إشارة الحد الأوسط اللي هي الإشارة السالبة. ما ننساش زي ما ضربنا في 3 هنرجع نقسم عليها تاني، هنقسم هنا على 3 وهنا على 3، يكون باقي لي هنا الواحد اللي قصاد الصاد اللي هو المعامل ما بيقبلش الاسم على ال3، يبقى ال3 ده هتكون معامل السين، يبقى 3 س ناقص الصاد، وهنا س ناقص 3 هتبقى على 3 فيها الواحد يبقى ناقص الصاد. يبقى كده حللنا تحليل كامل. بعد كده السؤال التاني، س أس 2 افتح قوس س أس 2 ناقص 19 صاد أس 2 زائد 25 صاد أس 4. برضو هنا العدد اللي هو الحد اللي بره ده هيدخل يضرب كل اللي جوه عشان نفك القوس ده. س أس 2 نضربها في س أس 2 هتبقى بس أس 4 موجب في سالب بسالب. س أس 2 نضربها في 19 صاد أس 2 هتبقى 19 س أس 2 صاد أس 2. بعد كده الحد التالت هنكتبه موجب 25 صاد أس 4، ده بره القوس مش هنضربه في س أس 2. دلوقتي أنا عايزة أتأكد إن المقدار ده مقدار ثلاثي مربع كامل ولا لأ. هنتأكد ازاي؟ هنجيب الحد الأوسط، هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول س أس 4 جذرها التربيع س أس 2 في جذر الحد التالت 25 جذرها 5 صاد أس 4 جذرها التربيع صاد أس 2 هتساوي موجب أو سالب 2 في 5 ب10 س أس 2 صاد أس 2. يبقى كده جبنا الحد الأوسط، مش نفس الحد الأوسط اللي موجود في السؤال في المقدار، يبقى كده ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل. هنحلله ازاي؟ هنحلله بإكمال المربع. يبقى كده أنا عندي س أس 4 هنضيف عليها الحد الأوسط اللي احنا جبناه موجب 10 س أس 2 صاد أس 2، وهنكمل المقدار بس هبدل الحدين دول، هقول موجب 25 صاد أس 4 بعد كده سالب 19 س أس 2 صاد أس 2. زي ما ضفت الحد الأوسط هنرجع نطرحه تاني، هنقول سالب 10 س أس 2 صاد أس 2. دلوقتي هنقسم وهناخد أول 3 حدود مع بعض عشان يكون مقدار ثلاثي مربع كامل. بس دلوقتي قبل ما نبدأ نحلل، دول إشارات متشابهة، لو جينا نجمعهم مع بعض هتبقى 19 زائد 10 هتبقى 29 ملهاش جذر. فهنعمل ايه؟ بدل ما هنا جمعنا الحد الأوسط وهنا طرحناه، لأ هنطرحه هنا وهنجمعه هنا عشان هنا تبقى إشارات مختلفة، لما اجي اطرح يبقى 9 والتسعة يكون لها جذر. دلوقتي هنحلل المقدار ده مقدار ثلاثي مربع كامل. هنفتح قوس واحد عادي تربيع، هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول س أس 4 جذرها التربيع هيبقى س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط السالبة تنزل. بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التالت 25 جذرها التربيع 5 صاد أس 4 جذرها التربيع صاد أس 2. بعد كده دول حدود متشابهة هنجمعهم، هنا إشارات مختلفة سالب وهنا سالب 19 وهنا موجب 10. هنحط إشارة الحد الكبير ال19 إشارتها سالبة، ونطرح 19 ناقص 10 هيبقى 9، وننزل س أس 2 صاد أس 2. كده دلوقتي بقى عندي تاني فرق بين مربعين هنحلله. عشان نحلله هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول. اما اجيب الجذر للحد الأول هنا عندي قوس تربيعي، يبقى الجذر هيلغي لي التربيع، هناخد القوس بس يبقى عندي س أس 2 ناقص 5 صاد أس 2، هناخده مرة هنا ومرة هنا س أس 2 ناقص 5 صاد أس 2. بعد كده قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. التسعة جذرها التربيع يبقى 3 س أس 2 جذرها التربيع س صاد أس 2 جذرها التربيع صاد 3 س صاد، وهنا هناخد برضو 3 س صاد. يبقى كده حللنا فرق بين مربعين. بعد كده السؤال رقم 3 4 س أس 2 افتح قوس 4 س أس 2 ناقص 7 صاد أس 2 زائد صاد أس 4. دلوقتي برضو الحد اللي بره ده عشان نفك القوس هيدخل يضرب كل اللي جوه، يبقى أنا عندي 4 س أس 2 هضربها في 4 س أس 2، 4 في 4 ب16 س أس 2 في س أس 2 هتبقى س أس 4. عند الضرب نكتب الأساس ونجمع الأسس 2 و2 يبقى 4. بعد كده عندي موجب في سالب بسالب 4 في 7 ب28 س أس 2 في صاد أس 2 هتبقى س أس 2 صاد أس 2. ده كده فكنا القوس دوت
الحد الأخير ده مش جوه القوس، مش هيتضرب في الأربعة س، هننزله زي ما هو موجب صاد أس 4. دلوقتي عايزين نتأكد إن المقدار ده مقدار ثلاثي مربع كامل ولا لأ. هنجيب الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول ال16 جذرها تربيع 4 س أس 4 جذرها تربيع س أس 2 في الجذر التربيعي للحد التالت صاد أس 4 جذرها تربيع صاد أس 2 هتساوي موجب أو سالب 2 في 4 ب8 س أس 2 صاد أس 2. كده الحد الأوسط اللي أنا جبته مش نفس الحد الأوسط اللي موجود، فكده ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله بإكمال المربع. هنكتب المقدار زي ما هو 16 س أس 4. دلوقتي هنغير الحد الأوسط وهنكتب الحد الأوسط اللي احنا جبناه. هضيف موجب 8 س أس 2 صاد أس 2. هنكمل المقدار بس هنبدل الحدين دول، هيبقى عندي موجب صاد أس 4 بعد كده سالب 28 س أس 2 صاد أس 2. دلوقتي زي ما ضفنا الحد الأوسط هنرجع نطرحه، ناقص 8 س أس 2 صاد أس 2. دلوقتي عندي لو أنا جمعت دول مع بعض، ما دي سالب 28 وسالب 8 وحدود متشابهة، لو جمعتهم مع بعض هيديني 36 عادي، هينفع نحللهم فرق بين مربعين. يبقى هنكمل، هنقسم أول 3، لكن لو ما كانش طلع لي هنا عدد ينفع اجيب له جذر تربيع كنت هبدل، بدل ما كتبت هنا زائد كنت هعمل ناقص وهبدل الاشارات بس كده. بس هنا خلاص طالما 36 هنكمل المسألة عادي. ده مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله قوس واحد عليه تربيع، هنجيب الجذر التربيع للحد الأول 16 جذرات تربيع 4 س أس 4 جذرات تربيع س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل. بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التالت صاد أس 4 جذرات تربيع صاد أس 2. بعد كده هنا إشارات متشابهة تنزل نفس الإشارة ونجمعهم 28 و8 هيبقى 36 وننزل س أس 2 صاد أس 2. كده دلوقتي بقى عندي فرق بين مربعين هنحلله قوسين. هنجيب الجذر التربيعي للحد الأول، الجذر هيلغي لي التربيع وهناخد القوس من غير التربيع، يبقى 4 س أس 2 زائد صاد أس 2 وهنا 4 س أس 2 زائد صاد أس 2. قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. ال36 دي جذرها 6 س أس 2 جذرها س صاد أس 2 جذرها صاد. هنا خدنا 6 س صاد وهنا ناخد 6 س صاد. بعد كده السؤال رقم 4 ألف أس 2 افتح قوس ألف أس 2 ناقص 6 ب أس 2 في القوس زائد 9 ب أس 4. عايزين نفك القوس ده، الحد اللي بره ده يدخل يضرب كل اللي جوه القوس، يبقى كده عندي 4 ألف أس 2 في ألف أس 2 هتبقى 4 ألف أس 4 موجب في سالب بسالب 4 في 6 ب24 وألف أس 2 في ب أس 2 هتبقى ألف أس 2 ب أس 2. الحد الأخير ده لوحده مش جوه القوس، هينزل زي ما هو موجب 9 ب أس 4. كده دلوقتي عايزين نتأكد ان المقدار ده مقدار ثلاثي مربع كامل او لا. هيبقى نجيب الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول 4 ألف أس 4 جذرها هيبقى 2 ألف أس 2 في جذر الحد التالت 9 جذرها 3 وب أس 4 جذرها ب أس 2. 2 في 2 ب4 3 في 4 يبقى ب12. مننساش موجب أو سالب ألف أس 2 ب أس 2. كده دلوقتي جبنا الحد الأوسط، مش نفس الحد الأوسط اللي موجود في المقدار، يبقى كده ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله بإكمال المربع. هنكتب المقدار 4 ألف أس 4. بعد كده هنضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه موجب 12 ألف أس 2 ب أس 2. بعد كده هنكمل المقدار بس بنبدل الحدود، يبقى كده موجب 9 ب أس 4 وسالب 24 ألف أس 2 ب أس 2. زي ما ضفنا الحد الأوسط هنرجع نطرحه، ناقص 12 ألف أس 2 ب أس 2. كده هنقسم، هناخد أول 3 حدود مع بعض هيتحلل المقدار ثلاثي مربع كامل. هنفتح قوس واحد عليه تربيع وبعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد الأول 4 جذرات تربيع 2 ألف أس 4 جذرات تربيع ألف أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط تنزل اللي هي الإشارة الموجبة. بعد كده نجيب الجذر التربيعي للحد التالت 9 جذرات تربيع 3 ب أس 4 جذرات تربيع ب أس 2.
بعد كده دول حدود متشابهة، ألف أس 2 ب أس 2، وهنا ألف أس 2 ب أس 2، هنا حدود متشابهة. هنجمعهم مع بعض على حسب الإشارات، هنا سالب 24 وسالب 12، هنا إشارات متشابهة هتنزل نفس الإشارة ونجمع. 24 و12 هتبقى 36 ألف أس 2 ب أس 2. دلوقتي هنحلله فرق بين مربعين، هيتحلل قوسين. الحد الأول بنجيبه ازاي؟ هنجيب جذر التربيعي للحد الأول، الجذر هيلغي لي التربيع، وهناخد القوس من غير التربيع، يبقى 2 ألف أس 2 زائد 3 ب أس 2. كده خدنا القوس بس من غير التربيع اللي عليه. هناخدها هنا مرة وهنا مرة، 2 ألف أس 2 زائد 3 ب أس 2. هنا قوس، القوس في نفسه يديني نفس القوس عليه تربيع. بعد كده هناخد قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. 36 دي تتحلل 6 في 6، ألف أس 2 دي تتحلل ألف في ألف، والب أس 2 دي نحللها ب في ب. بعد كده السؤال رقم 4، 81 س أس 8 ناقص 17 س أس 4 ص أس 4 ناقص 64 ص أس 8. لو بصيت في الأرقام اللي موجودة عندي مفيش عامل مشترك، ده مقدار ثلاثي غير بسيط. هنحلله باستخدام الآلة. هنختار نظام الآلة، هنيجي عند المود وهنختار رقم 5 اللي هي EQN. بعد كده هنختار المعادلة رقم 3 وهندخل الأرقام اللي موجودة عندي أول حاجة 81، هعمل يساوي، بعد كده سالب 17، بعد كده هندخل سالب 64، سالب 64. دلوقتي هنعمل يساوي كمان مرة، يساوي هيظهر لي أول رقم اللي هو الواحد، وبعدين الرقم التاني هيظهر لي 64 على 81. ده طبعا بيكون بالسالب، احنا هناخده بالموجب، وده بالموجب احنا هناخده بالسالب، يبقى هكتب 64 على 81. دلوقتي هنفتح قوسين، س أس 8 دي هتتحلل س أس 4 في س أس 4، وعند ص أس 8 دي تتحلل ص أس 4 في ص أس 4. بعد كده احنا جبنا القوس الأول سالب 1، يبقى ده هتبقى سالب ص أس 4، والقوس التاني 64 على 81، 64 على 81. كده دي بالموجب، ال64 مش بتقبل على 81، فال81 دي هتكون معامل الس أس 4. يبقى كده عندي القوس الأول س أس 4 ناقص ص أس 4 في 81 س أس 4 زائد 64 ص أس 4. أول قوس عندي ده فرق بين مربعين، هنحلله قوسين. س أس 4 تتحلل س أس 2 وهنا س أس 2، قوس إشارته سالبة وقوس إشارته موجبة. بعد كده ص أس 4 تتحلل ص أس 2 وهنا ص أس 2. يبقى كده حللنا ده فرق بين مربعين. بعد كده القوس التاني 81 س أس 4 زائد 64 ص أس 4، ده هنحلله بإكمال المربع. محتاجين نجيب الحد الأوسط. الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول، 81 جذرها التربيع 9 س أس 4 جذرها التربيع س أس 2 في 64 جذرها التربيع 8 ص أس 4 جذرها التربيع ص أس 2 هتساوي، هنضرب 2 في 9 في 8 هيساوي 144. يبقى كده موجب أو سالب 144 س أس 2 ص أس 2. ده كده الحد الأوسط اللي هنحلل بيه ده. هننزل القوسين دول زي ما هما في الإجابة، س أس 2 ناقص ص أس 2 في س أس 2 زائد ص أس 2. بعد كده هنحلل ده بإكمال المربع، هنكتب المقدار زي ما هو 81 س أس 4. بعد كده هنضيف الحد الأوسط اللي احنا جبناه موجب 144 س أس 2 ص أس 2. بعد كده موجب 64 ص أس 4 موجب 64 ص أس 4. بعد كده زي ما ضفنا الحد الأوسط هنرجع نطرحه، ناقص 144 س أس 2 ص أس 2. دلوقتي هنحلل دوت مقدار ثلاثي مربع كامل، هنحلله قوس واحد عليه تربيع. 81 جذرها التربيع يبقى 9 س أس 4 جذرها التربيع يبقى س أس 2. بعد كده إشارة الحد الأوسط موجبة تنزل، 64 جذرها التربيع 8 وص أس 4 جذرها التربيع ص أس 2. بعد كده ناقص 144 س أس 2 ص أس 2. ده برضه هنحلله فرق بين مربعين ودول هينزلوا في الإجابة تاني.
يبقى كده ده هنحلله قوسين. القوس الاول هنجيب الجذر التربيعي للحد الاول، الجذر هيلغي التربيع وهناخد القوس من غير التربيع. يبقى كده عندي 9 س أس 2 زائد 8 ص أس 2، وهنا 9 س أس 2 زائد 8 ص أس 2. قوس إشارته موجبة وقوس إشارته سالبة. 144 دي هنحللها 12 في 12. س أس 2 س أس 2 ص أس 2 تبقى س ص، وهنا 12 س ص. يبقى كده هننزل الإجابة دي تاني اللي هي س أس 2 ناقص ص أس 2، والقوس س أس 2 زائد ص أس 2 ده اللي احنا حللناه بتاع القوس الأول اللي هو فرق بين مربعين. يبقى ده الإجابة. انتهى السؤال ده وتكون انتهت تمارين 7. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. شكرا ليكم، مع السلامة.